اسمع لي سيدي باش شويه كده موافق 30 يوليو 2022 وبناء على الدورية رقم 51/2020 بتاريخ 8 ديسمبر 2022 الصادرة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن انعقاد الجلسات الرسمية المخصصة لافتتاح السنة القضائية بمختلف محاكم الاستئناف. تعقد هذه الجلسة الرسمية بعد أن افتتحت محكمة النقض السنة القضائية الجديدة بتاريخ 15 يناير 2024 إثر الإذن المولوي السامي لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين. الرحيم. كما لاحظتم عقدت هذه المحكمة جلسة افتتاحية أو جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2024 وذلك بعد أن افتتحت محكمة النقض الجلسة الرسمية إثر الإذن المولوي السامي لجلالة الملك نصره الله الرئيس الأول أو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. محكمة النقض ونحن سرنا على نهجها افتتحت السنة القضائية تحت شعار جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي، وهذا الشعار مستوحى ومستمد من خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2023 عندما خاطب شعبه الوفي وحثه على أن تكون الجدية مذهبا له في الحياة وفي العمل، وأن تكون هذه الجدية في جميع المجالات السياسية والإدارية والقضائية. افتتاح السنة القضائية تزامن ودخول مخطط المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنته الرابعة 2021-2026 وتزامن أيضا وصدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 21/12/2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا. نحن بدورنا نتعهد وننخرط في هذا المخطط بتنفيذ جميع إجراءاته كما عملنا من قبل، وفي هذا الإطار وكما لاحظتم من خلال الإحصائيات التي تطرقنا إليها في الجلسة الافتتاحية، فقد سجلت الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بمكناس ما مجموعه 199,813 قضية، وراجع أمام جميع محاكم الدائرة أكثر من 251,000 قضية، وتم البت بحكم نهائي في أكثر من 207,000
قضية إذا أخذنا بعين الاعتبار الملفات المضمومة. وهذا الكم الهائل من القضايا الذي تم البت فيه يترجم انخراط السادة القضاة رئاسة ونيابة عامة، وانخراط موظفي كتابة الضبط وأطرها في تنفيذ مخطط المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي توجيهات جلالة الملك عندما حث على الجدية كمذهب أيضا في القضاء. فلولا الجدية ولولا انخراط الجميع في هذا المخطط لما تمكنا من البت في هذه أو في هذا الكم الهائل من القضايا، بالرغم من إكراهات التبليغ التي نعاني منها، ولكن نحن نجتهد لتذليل صعوبات التبليغ باعتماد عدة إجراءات. نسأل الله التوفيق وشكرا لك.